السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ آية النهاردة في الجزء التاسع، قول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. آية النهاردة لو عايز ربنا يفتح عليك في طريقك، في نجاحك، في اجتهادك، في مشروعك، في مذاكرتك، في أي حاجة نفسك ربنا يفتحها عليك، اعمل الشقين دولت واعمل المعادلة ديت. أول حاجة إيمان بالله، قلبك وجوارحك وحياتك كلها عايشة على طريق الله سبحانه وتعالى، عايش ومؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسير الأمور ويحركها زي ما بيحب ربنا سبحانه وتعالى وكما يريد الله سبحانه وتعالى. عيش بهذا الإيمان داخل قلبك وخليه يظهر على حياتك وجوارحك، إن ربنا هو اللي بيسير هذه الدنيا ويدير هذه الدنيا كما أراد. النقطة الثانية أو الجناح الثاني، جناح التقوى، أن يجدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. بعد ما تؤمن إن ربنا هو اللي بيسير هذه الأمور وأمور الدنيا كلها وهو اللي بيدبر أمرها، يلاقيك ربنا في المكان اللي هو يحب يشوفك فيه. لو عملت النقطتين دولت وعملت الجناحين دولت وشقي المعادلة تحقق معاك، أبشر، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مش بركة واحدة، بركات. عايز فتح؟ يبقى عندك إيمان وعندك تقوى لله سبحانه وتعالى.